خسارة ثقيلة للمنتخب الوطني جاءت عكس توقعات الشارع الرياضي المحلي الذي كان يمني نفسه بفوز المنتخب في مباراته الثانية على التوالي في بداية تصفيات المؤهلة لنهائيات كان المغرب 2025 أو العام القادم. وبالتالي هذه الخسارة كانت خسارة نوعا ما غير متوقعة بالنسبة للجماهير التي اعتقدت أن المنتخب الوطني أخذ جرعة معنوية من فوزه المتأخر على بوتسوانا في مباراة الجولة الأولى بالعاصمة نواكشوط على ملعب شيخ عبيدية، وتسجيله كذلك لهدف بعد مرور عدة مباريات أو 8 مباريات بالتحديد دون تسجيل أي هدف. عقم هجومي يطرح مشكلة كبيرة للمنتخب الوطني في الآونة الأخيرة، وبالتالي جاء هدف سيدي بونا عمر وفك هذه العقدة أو هذا العقم، وكان الجميع يعتقد بأن المنتخب الوطني سيكون أكثر نجعة هجومية في مباراة الجزر الرأس الأخضر، رغم أنه يلعب خارج أرضه وبعيدا عن جمهوره كذلك. ولكن المباراة جاءت عكس التوقعات. طبعا الخصم يلعب على أرضه وأمام جمهوره كعاملين مهمين إضافيين لقوة الفريق. هذا المنتخب المتطور في السنوات الأخيرة وأصبح من أفضل المنتخبات المتطورة على مستوى القارة، وهذا ما أكده في مشاركته الأخيرة في نهائية كان الكوت ديفوار وإطاحته بمنتخبنا الوطني طبعا الذي كان من أفضل منتخبات البطولة أيضا، وخرج على يد المنتخب الذي خصمه اليوم في مباراة اليوم. وبالتالي هذه الخسارة تربك مثلا حسابات المدرب أمير عبدو الذي ربح مباراة وخسر مباراة وتراشع إلى المركز الثالث في مجموعته، وسيواجه منتخب المصري، وما أدراك ما المنتخب المصري من أقوى منتخبات القارة وصاحب الرقم القياسي من حيث عدد التتويجات بالبطولة، وسيواجه ذهابا وإيابا في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة. وبالتالي هناك أمل أو بسيط أمل بالنسبة للمنتخب الوطني في مباراة الإياب ضد المنتخب المصري على الأرض وأمام الجمهور، وبالتالي يمكن أن يحدث مفاجأة ويغلب طاولة على المنتخب المصري هنا في نواكشوط. ولكن مباراة الذهاب طبعا أو مباراة خارج الأرض ضد المنتخب المصري صعبة جدا، وحتى كذلك المباراة التي ستقام أيضا على الأرض. ولكن يمكن أن للمنتخب الوطني أن يحدث مفاجأة من العيار الثقيل ويطيح بمصر في إحدى المباراتين، وبالتالي يعود إلى المنافسة من جديد على بطاقتي العبور لنهائيات المغرب. كذلك تبقى أمامه أيضا مباراتين على الأرض وأمام الجمهور ضد مصر كما قلت في إحدى مباراتيه ضد مصر، وكذلك مباراة العودة ضد جزر الرأس الأخضر، وكذلك مباراة العودة ضد بوتسوانا التي ستكون خارج الأرض، ولكنها سهلة أيضا لأن المنتخب البوتسواني حسابيا هو أضعف منتخبات المجموعة، وفاز عليه المنتخب الوطني بصعوبة في نواكشوط. ولكن أيضا يمكن أن يكون فرصة أيضا سانحة الفوز عليه في مباراة الإياب هناك ببوتسوانا. وبالتالي المنتخب حظوظه ما تزال قائمة لأننا ما نزال في بداية مشوار التصفيات، ولكن على المنتخب الوطني وعلى المدرب أمير عبدو أن يلملم أوراقه ويحدد نقاط ضعفه ومكامن أخطاء نقاط الضعف الموجودة في المنتخب الوطني. وأعتقد أن أبرز هذه النقاط هو ما يتعلق بالخط الأمامي. إذا مشكلة المنتخب الوطني في العقم الهجومي وصعوبة الوصول لمرمى الخصم وإنهاء الهجمات بالشكل المطلوب. إذا مشكلته في اللمسة الأخيرة. إذا هذه مشكلة على أمير عبدو حلها، وبالتالي لكي
يعود إلى الواجهة من جديد ويستعيد المنتخب عافيته بعد سلسلة النتائج المخيبة على مستوى تصفيات كأس العالم والخسارة اليوم ضد منتخب جزر الرأس الأخضر.